احنا هنتكلم عن السفاح. في ايه؟ ما تنشف ياض، ما تخافش يا عم، احنا مجرد هناخد فكرة بسيطة بس، وهنتكلم بالمرة عن خط الصعيد. وهنتكلم كمان عن السفاح القانوني. ايه السفاح القانوني ده؟ طب خليك معايا وانا هفهمك. فهمني بس كده، كلمني خلاص. ازيكم يا حلوين؟ كل فترة كده بيطلع سفاح جديد يحير الحكومة ويعمل قلق وخوف للناس، شخص ما عندوش مشاعر ولا قلب، وفي النهاية بيتقبض عليه وبيتعدم، وده من قبل ريا وسكينة لحد دلوقتي. هندفنوه، هندفنيها، هتدفناها. واحدث السفاحين دي سفاح الجيزة وسفاح التجمع. تعال ناخد فكرة بسيطة كده عنهم. يلا بينا. في سنة 2020 اتقبض على القذافي سفاح الجيزة، وده اللي حكايته اتعملت مسلسل. الراجل ده قتل صاحبه، وبعدها بفترة قتل مراته، وبعدين قتل اخت مراته التالتة، اصله كان متجوز 5، رومانسي بقى وكده. وبعدين شرف هنا في اسكندرية وقتل ضحية رابعة. كل ده وهو عايش في وسط الناس عادي، لحد ما اتقبض عليه في قضية سرقة محل ذهب بتاع حماه ابو مراته ال5، وبعدين اكتشفوا جرايمه واتحكم عليه بالاعدام. وفي مايو 2024 اتقبض على كريم المعروف بسفاح التجمع. بيقولك ان كريم كان شاب من عيلة غنية وكان عايش مع اهله في الخارج، بعدين رجع تاني مصر لوحده، ويا ريته ما رجع. المهم كريم اتجوز وخلف ولد والدنيا ماشيه معاه زي الفل. بيقول لك بقى يا سيدي ان كريم شك ان مراته بتخونه، فاتخانقوا مع بعض وانفصلوا، وعشان ينتقم من مراته بقى يتعرف على ستات ويجيبهم الشقه ويشغل الكاميرات ويمارس معاهم الجنس ويعذبهم ويقتلهم. هو اتهم مراته بانها خانته، فده كان رده هو على خيانة مراته. السؤال بقى، يعني انت يا عم كريم سايب اللي بتقول عليها خانتك وعمال تقتل في ستات تانية؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ يقولوا ان مراته بريئة وكانت هربانة عشان عايز يقتلها هي كمان. الشخص ده كان بيتعاطى اسوأ انواع المخدرات وعنده ميول للتعذيب والسادية. يعني ايه سادية؟ ما هو مش هنقول كلام عيب بقى يا جدعان، يبقى سرش عليها وانت تعرف، ولا اقول لك بلاش السيرش في الحاجات دي ممكن يسوحك. الشخص السادي ده بيمارس الجنس بادوات تعذيب وعنف وطرق شاذة ومش طبيعية. بص بقى انت سؤالك ودانا فين. المهم بقى السفاح ده اتمسك ازاي؟ عن طريق التشابه في طريقة قتله للضحايا، وببلاغ اهل الضحايا ومتابعة الكاميرات قدرت المباحث تتعرف عليه وتم القبض عليه فعلا، وحاليا منتظر الحكم بالاعدام طبعا. الراجل ده كان بيشتغل مدرس في مدرسة خاصة، وكان عنده مشروع بيعمل رسم تاتو، وكان بيعمل تيك توك يعلم انجليزي، وكان عنده متابعين بالملايين. بلاحظ كل يوم طبعا غلطات بتتقال بالانجلش، بس في واحده مش عارف اشيلها من دماغي. شكله كويس، راجل شيك وراكب عربيه غاليه، يعني راجل دخله كويس وظروفه تمام، وفي كل مواصفات الشخص الناجح والمحترم. وهي دي المشكله، الناس بتتخدع في السفاحين وشايفينهم ناس كويسين قوي. تخيل ان في شخص من اللي حواليك طيب وذوق ومتدين وخدوم ومحترم، وفجاه بيتقبض عليه ويكتشفوا انه سفاح وقاتل ناس كتير. وعنده صفحه وبيعلم الناس انجليزي زي عادي. كنت انا عامله معاه كولابوريشن من بتاع 6 شهور ولا حاجه. كان صديقي جدا وكان عنده ابن صغير وكلب وكان راجل محترم. طلع سفاح وانا عملت معاه فيديو وقعدت معاه. كان ممكن يحصل فيا ايه؟ تعالى معايا بقى نروح الصعيد نعرف حكاية الخط ونرجع بسرعة. سنة 1947 في قرية درونكا محافظة أسيوط قضت الشرطة على أخطر مجرم في مصر، وهو خط الصعيد. بس حسابي معاهم بعدين. انا حوليت يا رجال. الخط ده كان شاب اسمه محمد منصور، وفي يوم من الايام حصلت مشادة بين عمه وبين شيخ الغفر، ويتفاجئ محمد منصور ان شيخ الغفر قتل عمه، فحلف لا ياخد طاره وراح قتل 9 من عيلة شيخ الغفر. وطبعا عيلة شيخ الغفر مش هتسكت، قاموا قاتلين 2 من اخوات محمد منصور، فرد عليهم هو كمان وقتل منهم كام واحد تاني، وطلع الجبل هربان من الطار ومن الحكومة. محمد منصور لقى نفسه كده مجرم ومطارد، فكون عصابة من المطاريد وكانوا بيسرقوا ويقتلوا ويتاجروا في السلاح ومحدش قادر عليهم. وفضل محمد منصور عامل رعب للاهالي ومدوخ الحكومة سنين، لحد ما الموضوع وصل لرئيس الوزراء وخد قرار وفعلا حاصروه وقتلوه بعد معاناة كبيرة. الفرق بقى بين السفاح وبين خط الصعيد ان الخط مجرم وقاتل، بس هو شخص معروف انه مجرم ومطارد، شخص واضح فخطورته اقل. يعني الخط لو اتعرض لك هتبقى عارف ان هو ده الخط وهتتعامل معاه على انه مجرم، وهو معترف ان هو مجرم. انا حرامي استعدوا يا ست منيازي،
صح جهازي يجيب لي البوليس. لكن المشكلة مع السفاح انك بتتعامل مع شخص عادي، واحيانا بيبقى افضل من العادي، فبتتعامل معاه بامان وثقة. والمشكلة مع السفاح مش في انه مجرم وبس، لكن في انه غدار وخاين، ديب ولابس توب حمل. الوداع يا سيدي. احنا عرفنا الخط والسفاح اللي بيسرق ويقتل وفي الاخر بيتعدم. في سفاح تاني بقى ممكن نسميه سفاح قانوني، وده اللي انا عامل الحلقة عشانه. ليه سفاح قانوني؟ عشان كل جرايمه ضد الانسانية لكن مش ضد القانون. عنده نفس الصفات ونفس الجينات بتاعت السفاح القاتل، لكنه محكوم بقيود. القيود دي ممكن تكون قانونية او اجتماعية او دينية، ولولاها كان بقى قاتل زي اي سفاح. السفاح القانوني بيقتل النفسية وبيطفي الروح. اغلب الناس هتلاقي في حياتها واحد من السفاح القانوني ده، وممكن احنا نكون السفاح القانوني ده بالنسبة لناس تانية. مين بقى السفاح القانوني ده؟ هقول لك يا سيدي. ممكن يبقى صاحبك اللي يبان ان هو بيخاف عليك وهو بيطعنك في ظهرك بكل الاشكال. بعتني بكام يا صاحبي؟ ممكن يبقى زميلك في الشغل وبيعمل اقصى ما عنده عشان يأذيك او يسرق مجهودك او يخلي صورتك وحشه قدام الناس. ممكن يبقى حبيبك اللي فرش لك ورود ووعود وثقه وامان، وفجاه قلبها غدر وخيانه وصدمك صدمه عمرك. ممكن يبقى اقرب الناس ليك وعايش معاك في نفس البيت وبيستنزفك ومكرهك في عيشتك ومخليك تشوف نفسك قليل، سواء بالاهانه او التحكم او البخل او التعالي او الاهمال. السفاح القانوني ده ممكن يبقى من دمك، ممكن يبقى جارك، ممكن يبقى مدرسك، والاسوأ انه ممكن يبقى رجل دين انبهرت بكلامه واتصدمت بافعاله. السفاح القانوني بيبان شخص عادي، لا بيقتل ولا بياخد اعدام، لكن اذيته ما تقلش عن السفاح اللي بيقتل، وبسببه ناس جالها امراض وناس ماتت من القهر، بسببه ناس جالها اكتئاب، وبسببه ناس انتحرت لما كرهت حياتها، وبسببه ناس عايشين في جحيم وبيدفعوا ثمن طيبتهم وثقتهم في ناس غدارين وملهمش امان. واسمع دي كده بس بيني وبينك وراجعها كويس. اغلب السفاحين والناس اللي مش تمام بيبان عليهم مع المواقف، بس احنا بنتغافل وبنبرر لهم او بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا لحد ما بنفوق بعد فوات الاوان. انا عارف ان الكلام متعب وصعب شويه، وعشان كده احنا محتاجين شويه حرص وشويه حذر في التعامل والعلاقات والاختيارات. وخلي بالك مفيش خوف من الشخص الواضح حتى لو كان مؤذي، الخوف كله من الشخص الكيوت اللي بيتلون، اللي عامل نفسه ملاك وهو مقفل ماده الشيطان. ودي مش دعوه للخوف ولا التشاؤم، اللي يطمن ان ربنا موجود وان ربنا عادل. وشفناها كتير ان كل ظالم وله نهايه. الدنيا فيها ناس كتير كويسين، ونقدر نتعامل مع كل الناس بس بحدود. يعني نتعامل بمبدأ أمن ولا تخون. ولو حسيت في يوم ان الوقت مش وقتك ولا الزمان زمانك، يبقى لازم نجمد شوية. ولو الليالي عليك أمن ولا تخون، وتشغل عقلك وما تمشيش ورا قلبك طول الوقت، مهما البشر حواليك تكذب وتتلون. واهم حاجة بقى ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية، وبقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام.